نقدر نقول إن كان في مصر على مدار التاريخ، خصوصًا في الفترات العثمانية والمملوكية، إنه كان في مصريين وفي شعب مصر. المصريين معروفين بصفاتهم، وفي شعب مصر، بس كتير من المؤرخين ما وضحوش الفرق بين الاتنين. شعب مصر يعني ناس جم مع الغزاة واستوطنوا وبقوا من شعب مصر، زي حركات الهجرة الكتير اللي جت لمصر من الشام ومن الأندلس ومن الجزيرة العربية. دول شعب مصر. إنما المصريين الأصليين اللي جذورهم تمتد آلاف السنين دول المصريين. لكن المؤرخين الكبار لما جم يحكوا ما وضعوش تصنيف محدد لاختلاط المصريين بما يمكن أن نطلق عليه شعب مصر. عموما في عصر المماليك، زي ما جه في كتاب زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، إنه في من شعب مصر عدة صفات وأسماء وأشياء. جاي منها مثلا اللي هم أهل الخصاصة والمسكنة. أنا بقرأ التعبير كما هو بدقة شديدة جدا. أهل الخصاصة والمسكنة والذين يعانون الجوع والبرد، ولهم عدة أسماء: الشطار والحرافيش والزعر والعياء والأوباش والغوغاء والكسابة والمناسر بالسين والصبيان والفقراء وأرازل العامة. وكانوا جميعا في أسفل البناء الطبقي للمجتمع المصري. وزي ما قال المقريزي في الجزء الثالث من كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار: تعد الزعر والزعار فئة ارتبطت بعالم الجريمة، حيث عاشوا على منازل الأغنياء، كما كانوا يقومون بإطلاق سراح المسجونين خلال الثورات والاضطرابات وأعمال الشغب كلما سنحت لهم الفرصة. وكان الزعار يحملون الخناجر، وهي السلاح الرئيس في حياتهم، وكان هدفهم الرئيسي هو الدفاع عن المستضعفين. ولذلك تجد علاقتهم بالسلاطين والأمراء تحمل روح العداء، في حين أن كانت علاقتهم طيبة بالتجار والحرفيين. وكان لهم يعني في كل حي شخص يسمى أزعر، واللفظ ده مستخدم كتير في بلاد الشام. وبعض المعاصرين قالوا، زي الكاتب المفكر عبده قاسم في كتابه عصر سلاطين المماليك، وابن بطوطة في كتابه عن المصريين وصفاتهم في رحلته لما جه لمصر، قال: وجدت طائفة من الحرافيش بها كل سيء، طائفة كبيرة أهل صلابة وجاة ودعارة. وذكر السبكي أن كثيرا منهم اتخذ مهنة التسول حرفة وصناعة، حتى أنهم كانوا يجلسون على أبواب المساجد وهم يحترفون مهنة الشحاتة والتسول. وكانت الصدقات توجه لهم في أوقات الشدة، ويستخدمون في نزح الأعمال من الحمامات يعني. وأيضا كتب عنهم
إنهم كانوا غالبا ما ينحازون إلى أسرة قلاوون، خصوصا فيما المعركة اللي حصلت سنة 1250 ميلادية. واتكلم كمان عن المشعلية، ووصفهم بأنهم أوباش، وكانوا يعني اللي عليه حكم إعدام أو قطع رقبة أو كده، كان المشعلية بيتولوا هذا الأمر. في حين أن كتب أحمد الصغير في كتابه المجتمع المصري في العهد المملوكي، وليلى عبد الجواد في كتابها المهم تاريخ الأيوبيين والمماليك في مصر والشام، أنه ما يسمى الشطار كانت مهنتهم السلب والنهب واللصوصية، ولهم زي يميزهم، لبس يعني على صدورهم، ولهم في يعني حرفة اتخاذ اللصوصية مهنة، وكانت صنعة في ذلك الوقت وليست جريمة، بحجة أنهم يستولون على أموال الأغنياء ويعطونها للفقراء.